إجابتك على السؤال ده هتكشف شخصيتك ومستقبلك خلال 10 سنين، وكل إجابة هتجاوبها هقولك معناها إيه. لو صحيت الصبح لقيت نفسك ورثت 50 مليون جنيه هتعمل بيهم إيه؟ وقف الفيديو وفكر في إجابتك كويس وبعدين كمل عشان تعرف كل إجابة بتدل على إيه. لو إجابتك إنك هتحط كل الفلوس في البنك وتصرف من الفوائد بتاعتها فده معناه إنك شخص متحفظ جدا ومش بتحب المخاطرة، وغالبا هتكون بتعرف تحوش كويس بس بتخاف تستثمر. وخلال ال10 سنين الجايين لو فضلت بنفس طريقة التفكير هتبقى يا دوب شايل مبلغ على جنب، بس للأسف هيبقى صعب تحقق حاجة كبيرة في حياتك. لو إجابتك إنك هتصرف وتتبسط وتشتري كل حاجة نفسك فيها حتى لو خلصت كل الفلوس فأنت شخص بيحب الحياة ومش بيحب يشيل هم حاجة، بتفكر في دلوقتي ومش بتعمل حساب المستقبل. حلو إنك تفكر تتبسط، بس لو فضلت تفكر كده للأسف انبساطك ده مش هيدوم كتير، واحتمال تقابل مشاكل كتير في حياتك لأنك دايما بتبص تحت رجليك ومش عامل حساب بكره. لو إجابتك إنك هتعمل مشروع أو أكتر من مشروع بكل الفلوس اللي معاك فأنت شخص بيحب المخاطرة جدا لدرجة التهور، وغالبا شخص مش صبور، عايز تحقق كل حاجه في وقت قصير حتى لو في احتمال انك تخسر. حلو يكون عندك مبدأ المخاطره بس بدون تهور. لو فضلت تفكر بالطريقه دي خلال ال10 سنين الجايين من غير ما تتعلم ازاي تتأنى في قراراتك وتحسبها صح للاسف ممكن تخسر كل حاجه. اما لو اجابتك انك هتقسم الفلوس، جزء هتصرفه على نفسك وجزء هتشيله سيوله معاك في البنك او ذهب وجزء تستثمره في مشروع او عقارات، احب اقول لك ان طريقه تفكيرك دي هي نفس طريقه تفكير المليونيرات. انت شخص ذكي وعملي بيخاطر بس بحساب، وفي نفس الوقت مش بخيل على نفسك وبتعمل حساب بكره. وخلال ال10 سنين الجايين ممكن تحقق نجاحات كتير في حياتك، بس لازم دايما تطور من نفسك عشان توصل لده. واخر حاجه، لو في اي اجابه جاوبتها قلت انك هتجنب جزء للمحتاجين او هتساعد غيرك فانت شخص محترم وربنا هيكرمك بعيد عن اي حاجه. قول لي بقى اجابتك كانت حاجه من دول ولا ليك اجابه تانية؟ انا سامي صموئيل، وما تنساش تعمل فولو.